السلام عليكم. تعالوا بقى النهارده نعمل حاجة حلوة قوي برغم بساطتها وسهولتها وتقريبا مكوناتها موجودة في كل بيوتنا، لكن في الآخر طلعت تجنن تحفة. أول حاجة بقى في وصفتنا النهارده هجيب نص كوباية سكر بودر وانخله ليه؟ علشان ساعات بيبقى فيه تكتلات كده، أقدر أفكها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى أحط عليه كوباية زبدة، ولازم تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان أقدر أقلبها كويس قوي مع السكر البودر بأي معلقة. أنا النهارده لا هستخدم خلاط ولا هستخدم مضرب ولا أي حاجة، واقعد اضربها كده لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي زي ما انتوا شايفين، وكمان هتلاقوا ان اللون بتاعها فتح شويه. بعد كده بقى احط عليها نص كوبايه من النشا، وبرده هنخله وعليه رشه ملح. وكل حاجه هحطها لازم اقلب تقلبتين تلاتة كده لحد ما كله يمتزج ببعضه. على فكره انا اكتشفت ان الولاد هنا بيحبوها جدا بعد ما عملتها، انا ما كنتش عارفاها بصراحه قبل كده. واحد من المتابعين بتوعي اللي هو عزاز على قلبي قوي هو اللي كان طلبها مني. بعد كده بقى احط بيضه بدرجه حراره المطبخ برضو، وكمان ربع معلقه من الفانيليا علشان ريحه الزفاره طبعا، واقلب كويس جدا. مش اقل من دقيقتين تلاتة لحد ما يوصل معاكم القوام يبقى كريمي قوي كده ولونه كمان فاتح شويه. بعد كده بقى هبدا احط الدقيق. هبتدي الاول بكوبايه دقيق، واحط عليها معلقه ونص من البيكنج باودر. البيكنج باودر ما تزودوش عن كده علشان ما تفرش منكم، واقلب برضو كويس جدا. المفروض ان انا هنا هحط كوبايتين دقيق في الخلطه بتاعتي او الوصفه بتاعتي، بس انا مش هحطهم الاتنين مره واحده. انا حطيت كوبايه مع البيكنج باودر وبقيه الخليط وقلبته كويس، وبعدين هحط نص كوبايه زي ما شفتوا كده واقلب كويس قوي. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. بس واخدين بالكم يا جماعه، انا بقلب مش بعجن عشان ما ينفعش خالص اعجن في العجينه دي عشان ما تعملش عرق. المهم خدت نص العجينه بالظبط وقسمته في بوله لوحدها، والنص الاولاني بقى هو اللي هكمل عليه الدقيق. هكمل قد ايه؟ ربع كوبايه الاول. لو لقيتها عجينه متماسكه اوكي خلاص، لو ما لقيتهاش متماسكه ولسه فيها تلزيقه كده جامده قوي هحط عليها كمان معلقه دقيق. يعني المجموع الدقيق كله كوبايتين الا ربع، وزياده معلقه واحده بس زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين العجينه طريه قوي ومش بتلزق، الايد بتطلع منها نظيفه. بعد كده بقى همسك النص اللي احنا حطيناه في البوله ده، هحط عليه قد ايه؟ ربع كوبايه كاكاو، وبرده هقلب كويس قوي. طبعا الكاكاو بنخله زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب كويس قوي. لو لقيتها لسه بتلزق يبقى انا هحط كمان معلقه كاكاو كده زي ما عملت في العجينه البيضه بالظبط. لما حطيت ربع كوبايه دقيق حطيت كمان معلقه من الدقيق، يعني كوبايه ونص على العجينه كلها. وبعدين العجينه البيضه حطيت عليها ربع كوبايه وكمان معلقه، والعجينه اللي بالشوكولاته حطيت عليها ربع كوبايه كاكاو وكمان معلقه. وهفضل بقى اعمل زي ما انتوا شايفين كده، هقطع قطع قطع وافردها رول واقطعها كده بالسكينه لكور صغيره جدا. المهم يعني البسكوته لو عايزينها كبيره خلوا الكور كبيره، لو عايزين بسكوته حجمها صغير يبقى خلوا الكور بتاعتكم صغيره. وخلصتهم شايفين بمنتهى السرعه. على فكره انتوا بتهيألكوا ان هي دوشه، لكن هي مش دوشه خالص. انا في نص ساعه كنت مخلصه كله. هاخد برضو حته من الشوكولاته كده وافردها رول واقطعها بالسكينه. اهم حاجه بس الكور تبقى يعني على قد ما تقدروا متساويه. وبالنسبه صحيح للزبده يا جماعه، لو حسيت ان هي مكلفه قوي عشان كوبايه زبده برضو كتير قوي كده، ممكن تخلوها نص زبده ونص زيت، برضو هتطلع حلوه بس هتطلع مقرمشه شويه. بعد كده بقى جبت صينيه ودهنتها زيت، وهمسك بقى 3 كور بيض زي ما انتوا شايفينها كده، وهحط في نصهم 3 كور بالشوكولاته، وهضمهم على بعض وامسكهم بين ايديا كده وادورهم زي ما هتشوفوا كده بالظبط. شايفين؟ بس من غير ما تضغطوا عليها قوي يا جماعه. هتلاقوها بقى طلعت بالجمال ده. شايفين؟ قمر. هحطها في الصينيه وهعمل لكم واحدة كمان. هجيب 3 كور بيض و3 كور بالكاكاو بالشوكولاتة، وهقفلهم على بعض كده وهكورهم بين ايديا من غير ما اضغط عليهم لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. شايفين؟ ولو يعني الشكل ما طلعش قوي كده ما تزعلوش، يعني برضو ساعات كده كام واحدة كانت بتفلت كده ما يبقاش الشكل منتظم قوي، بس في الاخر طلعوا حلوين جدا. بعد كده بقى هرصهم كلهم في الصينية وهوريكم الصينية بالمنظر ده. هحطها بقى في التلاجة مش اقل من ربع ساعة. ليه؟ علشان الزبدة طبعا من حرارة ايدينا ساحت شوية، وده مهم قوي. لو حطيتوها على طول في الفرن هتفرش منكم. المهم درجة حرارة الفرن 180، هتقعد 10 12 دقيقة حسب حرارة الفرن عندكم اذا كان حامي ولا لا. بسكوت البسكريم ده ما بياخدش لون من فوق خالص، هو من تحت بس بياخد طبقة ذهبي خفيفة كده، بس بيطلع تحفة. اول ما يبرد بقى كلوه كده بألف هنا وشفا، هتلاقوه من جوه دايب قوي وفي سنة قرمشة كده تجنن. انا اسماء بحيري. لو اول مره بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان اي وصفه جديده ان شاء الله انزلها يجيلكم اشعار بيها. وكمان ما تنسوش اللايك والشير. بجد احلى بسكوت بسكريم ممكن تاكلوه في حياتكم، سهل وسريع وبسيط وخصوصا الولاد بيحبوه. الف هنا وشفا والسلام عليكم.